انا مش عارفه الاختراع ده كان غايب عننا فين. جبتلك سر الدكاتره اللي هيخليكي مش هتروحي لدكتور تاني، وبجد هتدعي لي. والله يسامح اللي كان عارف المعلومه دي وما قالناش عليها. علشان كده ارفعي الفيديو باللايك عشان المعلومه دي توصل لاكبر عدد من الناس والكل يعرفها والكل كمان يدعي لك. هتجيبي كده كوباية ونص من المية في طاسة كبيرة أو في حلة، وهتجيبي البصل الأحمر وتغسليه كويس وتقطعيه شرايح زي ما انتي شايفة. وبعد كده تحطي معاها معلقة أو معلقتين كبار من حبة البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبة السوداء شفاء من كل داء. صدق رسول الله. بخيل اللي ذكر اسم النبي ولم يصلي عليه. صلى على النبي كده وتعالي كملي معايا الفيديو. هتحطي شرايح من الليمون زي ما انتي شايفة مع حبة البركة وكمان البصل، ولازم البصل الأحمر، وهقولك الفوائد بتاعته بس كملي معايا للآخر. بعد كده هنستخدم ورق الغار. ده هتجيبيه من عند العطار برضو، بتاخدي منه كده وتبتدي ان انتي تغلي المكونات دي كويس جدا مع بعض. اهم حاجة ان انتي تهدي عليها عين البوتاجاز، لان انت لو عليتي عين البوتاجاز هتلاقي المية نشفت. انا عايزة الاعشاب دي تغلي كويس جدا. بعد كده بعد ما يعدي عليها مثلا 3-4 دقايق هتبتدي تضيفي معلقة من القرنفل او المسمار. هسيبها كده كام دقيقة وبعد كده هضيف القرنفل، وكمان هحط معاه عود من القرفة. ويفضل ان انت تستخدمي عود القرفة كده سليم، بلاش تستخدمي القرفة المطحونة علشان طعمها ما يبقاش مر عليكي لما تتغلي. وقلبي لي بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض، وسيبيهم بقى لحد ما تلاقي المية لونت بكل الفوائد الموجودة زي ما انت شايفة. هتاخد معاكي على عين البوتاجاز على نار هادية، تاخد معاكي 10 دقايق بالظبط، وهتشمي ريحة بجد ريحة حلوة جدا. هسيب المكونات تغلي لحد ما توصلي للمرحلة دي، وبعد كده هتطفي عليها عين البوتاجاز وهتسيبيها تبرد تماما. هتحطيها في علبة عندك وتبتدي ان انت تصفي المكونات دي. لو انت عاملة منها كمية هتشيليها جوه التلاجة، واشربي بقى منها كل يوم الصبح، وكل يوم كوباية قبل الوجبات، ممكن قبل العشاء او قبل الغدا. عايزة اقولك دي بقى هتنضف لك القولون، هتخلصك من الدهون الموجودة في الكبد وكمان الدهون المتحجرة في الجسم عن طريق عملية الإخراج، وهتنظم لك عملية الهضم، وهتخلصك من الإمساك المزمن،